تقول الرواية تزفر جهنم يوم القيامة زفرة لا يبقى معها نبي مرسل أو ملك مقرب إلا ويجثو على ركبتيه وينادي نفسي نفسي، حتى إبراهيم الخليل. نعم. والواقع يعني هاي الصورة اللي يعكسها هذا الحديث أو هالرواية صورة مرعبة، وإن كان القرآن حمل يعني صور من مشاهد القيامة. القرآن حمل صور من مشاهد القيامة ما تقل رعب عن هالصورة اللي رويتها لك، لعل رعبها أكثر. مو تقول الآية الكريمة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. صورة مملوءة هول ورعب. لكن هاي الحديث هذا يعني يقرب لك فد مشهد من المشاهد اللي تبين لك عظم الموقف. يجثو كل نبي مقرب وكل رسول وكل ملك نعم على ركبتيه. اكو صورة هنا يرويها عبد الله بن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه. عبد الله بن عباس حبر الأمة يقول أن الصراع والجدال بين الناس، أولا شنو معنى تجادل؟ شلون تجادل؟ يعني شو تقول؟ أولا تقول مثلا هؤلاء أضلون السبيل، تشير إلمن إلى الزعماء اللي تبعوهم. ماكو واحد مثلا يتبع له إمام، يتبع له متبوع، هذا يجادل يوم القيامة يقول أنا ما أعرف، هذا أضلني، هذا قادني، هو اللي قادني، أنا ما أعرف شيء، أنا أمانة بعنق، هذا هو الذي قادني، هؤلاء أضلون السبيل مثلا. أو يدافع عن نفسه بشكل آخر يقول أنا ما أذنبت، أنا يقوم أنا مو أنا صنعت، أو يلقيها على عاتق الشيطان مثلا، يجادل على كل حال. ثانيا خل أروي لك الصورة اللي يرويها عبد الله بن عباس رضوان الله عليه. عبد الله بن عباس كما ينصون المفسرين إلى صورة يرويها جميلة، يقول أن الجدال والخصام يقع حتى بين الروح والجسد. شلون بين الروح والجسد؟ يقول أول ما تحتج الروح تقول أي رب خلقتني بدون أعضاء، أول ما خلقتني بدون أعضاء وكنت مستريحة، لأنه لا عندي يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها ولا أذن أسمع بها ولا لسان أنطق به ولا عين أنظر بها. يعني الوسائل اللي تخليني يمكن أن أرتكب محرم، الأدوات اللي تخليني يمكن أن أغلط ما موجودة عندي، ما كانت عندي. من كنت روح كنت مرتاحة إلى أن دخلت في هذا الجسد فأوقعني بالمهالك، اللهم نجني وعذبه. الروح تقول نجني وعذبه. يقول يلتفت الجسد يقول يا رب أنا خلقتني كالخشبة، لا أستطيع أن أرفع رجلا ولا يدا ولا أبصر بعيني ولا أسمع بأذني ولا أذوق بلساني، إلى أن دخل في هذا الإشعاع الذي هو الروح، فصرت أبصر به وأسمع به وأمشي به وأتحرك به، وكل البلاء جاني من عنده، مو من عندي أنا أداة، مجرد أداة. يقول فيحكم الله عز وجل بينهما بمثل. شنو المثل؟ الله تبارك وتعالى يطرح لهم، يقرب لهم إلى يعني ينهي هالصراع بمثل. شنو المثل؟ يقول لهم أنتما كمثل أعمى ومقعد. المقعد يعني ما يقدر يقوم، يعني مقرم نسميه زين، والأعمى طبعا ما يشوف. يقول ذولا في بستان ويردون يأكلون جياع، والشجرة الثمر موجود بالشجرة. الأعمى والمقعد يلتفت للمقعد يقول له للأعمى أنت ما تشوف الثمرة، أنا أشوفها لكن ما أقدر أمد إيدي إلها، وأنت تقدر تقوم لكن ما تشوف الثمرة حتى تتجه نحوها.
فأحسن شيء احملني على كتفك، أنا أشوف وأقطف الثمرة، أأكل وأعطيك، لأن أنا أرى وأنت تقوى على حملي. يقول فيرفعه على كتفيه فيتناول، يأكل ويعطيه. يقولهم ذول إذا أكل الحرام من منهما يعاقب؟ يقول تقول كل من الروح والجسد كلاهما. اثنين، يقولوا اثنين هم يعاقبان، الجسد بما حمل، نعم، والروح بما حركت. فيقول كلاهما، هذا الأعمى يعاقب والمقعد يعاقب مثل الجسد والروح، فكلاهما. يقول إذن أنا أعذبكما معا العذاب الجسماني، يعني الروح والجسد. هذه المحاورة الواقع يعني تعتبر فد نمط من الفكر المترف، وإلا الواقع الجسد جسد أصلا ما يحس بالألم. الإحساس كله علما الإحساس للروح. ولذلك المسألة وين يثيروها الفقهاء؟ يثيروها العلماء في مسألة الآكل والمأكول، شبهة الآكل والمأكول يثيروها. وأنا مستغرب ما أدري كيف يعني علماءنا عباقرة، علماءنا منى، يعني ذهنيات حادة، بس أحيانا ما أدري قد تصير غفلة. خل أقرب لك المعنى. يعني الآن لما نجي إلى هالمسألة، مسألة الآكل والمأكول، الآكل والمأكول شنو؟ هاي الأرض اللي نمشي عليها ما أعتقد أكو بيها يعني سنتيمتر مربع هو ما بيه 50 جسم. شايف الأرض هاي نمشي عليها، لأن من عهد آدم إلى الآن تتكدس بها الأشلاء يومية. فهالتراب اللي نمشي عليه كله أجسام، رؤوس وعيون وأيدي وسواعد. يعني مو مبالغ أبو العلاء المعري لما يقول خفف الوطء، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فالمسألة إذن إحنا جاي نمشي على أجساد، فإذا صرنا نمشي على أجساد أيضا نغرس بأجساد. يعني هذه بساتين اللي تشوفها كلها على رؤوس، على سواعد، على أيدي. هذا عندما يتحول الإنسان، عندما يتحول يذوب، تمتص منه الأملاح اللي موجودة به، المركبات الموجودة تمتص الشجر، ياخذه نفس الشجر يتحول إلى فاكهة بالشجرة، أو يتحول إلى نوع من الخضرة بهاي النبتة بالشتلة. احنا ناكل الخضرة وناكل الفاكهة تختلط بأجسامنا. يعني يمكن الرغيف الواحد ينقل لنا ذرات تراب عشرات الآلاف من عهد آدم إلى الآن. إذن احنا أجسادنا مو إن أجساد غيرنا تنتقل يوميا، خلايا تولد وتحترق وتولد وتحترق هاي الخلايا.